بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. النادي الأهلي يا جماعة تعادل مع بتروجيت، مباراة في الدوري، الجولة ال11 من الدوري الممتاز. طبعا كلنا اتفرجنا على المباراة، واللي ما اتفرجش على المباراة يعني كويس انك ما اتفرجتش على المباراة، لأن في بعض اللعيبة لا تستحق التيشيرت الأحمر. وأنا صراحة مش فاهم في إيه، يعني أنا مش فاهم في إيه. تريزيجيه ده هيفوق امتى يا جماعة؟ بجد محتاج حد يرد عليا. تريزيجيه ده هيفوق امتى؟ تريزيجيه ده هيبطل يلعب لنفسه لحد امتى؟ لحد امتى هيفضل يلعب لنفسه؟ ولحد امتى هيفكر ان هو النجم الوحيد في الاهلي، وان محدش غيره ومفيش الا هو؟ ده سؤال محتاج حد يطلع يجاوب عليه. ناس كتير اتكلمت معاك ومفيش فايدة. انا مش فاهم يا جماعة. لو تريزيجيه هيفضل بالاداء ده، انا شخصيا ما احبش اشوفه في النادي الاهلي. لو هيفضل بالطريقة دي، وهيفضل بالأسلوب ده، وبطريقة لعبه دي، لأن هو وفي حاجة غريبة جدًا يا جماعة. الأهلي الكورة بتتقطع منه بتروح بهجمة مرتدة، يعني يا إما تروح خطيرة، يا إما تروح يعني يا إما تدخل جون. مش فاهم في إيه. وإيه محمد الشناوي ده يا جماعة؟ إيه اللي بيعمله محمد الشناوي ده؟ مش فاهم. إيه العبث اللي بيقدمه محمد الشناوي ده؟ أنا مش فاهم. أنا مش فاهم بصراحة. إيه العبث اللي بيقدمه محمد الشناوي؟ يا جماعة قُلت 100 مرّة وباقولها من أول الموسم اللي فات مش الموسم ده. محمد الشناوي لو عايز يمشي خلّوه يمشي يا جماعة. بالله عليكم بلاش يعني. أي لعيب في النادي الأهلي عايز يمشي يتفضّل، يتفضّل. إحنا مش عايزين حد يلعب بالعافية، مش عايزين حد يفضل في النادي يلعب بالعافية. سيبوه يمشي يا جماعة، خلّوه يمشي. مش فاهم إيه الأداء ده. أنت كورة مش بتاعتك طالع لها ليه؟ وطالع متأخّر. حتى لو هي كورتك أنت طالع متأخّر. إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت السبب النهارده يا محمد الشناوي، أنت السبب النهارده في التعادل ده. إيه الأداء ده؟ وإيه يا جماعة إيه إيه قفشة ده؟ إيه الأداء ده؟ إيه الأداء الهزيل ده من محمد مجدي قفشة؟ إيه الأداء ده؟ أنا نفسي أفهم ده بيتدرّب إيه، والّا بيتدرّب بيعمل إيه في التدريب ده؟ مش فاهم بصراحة. وإيه عمر كمال ده يا جماعة؟ إيه عمر كمال ده كمان؟ الله! إيه الناس دي؟ وإيه طاهر محمد طاهر ده؟ أنا مش هاحمّل المدير الفني، لإن معلش أي حد هيحمّل المدير الفني أي أخطاء أو أي حاجة في المباراة النهارده أو المباراة عمومًا، فاحترامي الكامل ليه. هو ما لا كده أنت ما كده بتهزر، كده بتهزر. إحنا لو هنحمّله أخطاء فهنحمّله أخطاء التغييرات فقط، فقط. قفشة ده بينزل بناءً على إيه؟ طاهر محمد طاهر ده بينزل إيه؟ يعني بيلعب مهاجم بناءً على إيه وأنت عندك جراديشار على الدكة؟ عمر كمال ده بيلعب على أساس إيه أصلًا؟ إيه ده؟ إيه الأداء ده وإيه المستوى ده؟ وتريزيجيه هيفضل لحد إمتى يلعب لنفسه، ويلعب إن هو بس يظهر يبقى هو النجم الأوحد؟ بن شرقي مش شايف، وزيزو مش شايف. إيه يا جماعة في إيه يا جماعة؟ هو أنتم يعني أنتم شبعتوا يعني؟ مش فاهم يعني أنتم شبعتوا والّا في إيه بالضبط؟ كابتن وليد، كابتن وليد صلاح الدين، نداء عاجل لحضرتك. نرجو من حضرتك عقوبات، خصم، خصم يا باشا، خصم. اللعيبة دي مش هتفوق غير لمّا يتخصم لها، وخصم مع احترامي الكامل لكل اللي باذكر اسمه، خصم يقسم ضهرهم. مش الناس معلش اللي بتبقى في المدرجات دي، والناس اللي سايبة مصالحها وبتتفرج على المباراة عشان يشوفوا ناس تحرق دمهم. أنا باتفرج على النادي الأهلي عشان أفرح، عشان أنبسط، وكل جماهير النادي الأهلي، حُبًا في النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي هو اللي بيفرحنا، هو اللي بيفرح الجماهير. الناس بتتفرج عليه عشان تفرح، تنبسط، تنسى ضغوطات الحياة والمشاكل والدنيا. إنما أنا أتفرج عليك عشان يتحرق دمي، وأنت معلش يعني الله يعني مش هاتكلم في حاجة زي كده، لأن كل دي أرزاق بتاعة ربنا. مش هاتكلم في الموضوع ده.
ولكن انت، انا بتفرج عليك عشان يعني ابقى قاعد كده بتفرج وانا مبسوط، النادي الاهلي بيكسب، النادي الاهلي بيقدم كوره. ايه الاداء ده؟ وايه الناس دي؟ وايه اللي بيقدموه ده؟ الناس دي يعني الناس دي في التدريب بتتدرب على ايه؟ مش فاهم. وبتنزل تلعب يعني بناء على ايه؟ ايه اللي بيقدموه في التدريب عشان ينزلوا يلعبوا كوره اصلا؟ مش فاهم انا. محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشه، جراديشار، احمد مش قادر، مش احمد عبد القادر ده، احمد مش قادر. الخمسه دول يا جماعه والله المفروض يتوجه لهم الشكر في يناير. احترامي الكامل لاي حد بذكر اسمه، ولكن الناس دي ما بقتش قادره. الناس دي اقسم بالله كفايه عليها، كفايه عليها. احنا خلاص طهقنا، طهقنا من المستوى الهزيل اللي بيقدموه الناس دي. هو مجلس الاداره كان فاكر ان جراديشار ده هيعوضنا عن وسام؟ انتوا بتهزروا يا جماعه. محمد شريف ايه اللي رايحين متعاقدين مع محمد شريف ده؟ ياخدوه في ايديهم برضه. محمد شريف ده ياخدوه في ايديهم. نتمنى له السلامه طبعا، الراجل مصاب، ولكن هيرجع يعمل ايه من اصابه يعني؟ ما هو مش هيطلع نار من بقه. احترامي الكامل لاي حد بذكر اسمه، ولكن انا بختلف مع الناس دي فنيا عشان محدش يزعل. انا بختلف مع الناس دي فنيا، ولكن الناس دي كلها لها كل التقدير وكل الاحترام. انت دلوقتي ضيعت الصداره منك، دلوقتي نادي سيراميكا هو المتصدر بفرق نقطتين. عقوبات عقوبات يا كابتن وليد، وتطلع تعلن عنها. حضرتك تخرج تعلن عنها، تتكلم ان الناس دي وقع عليها عقوبات. لان انت في الوقت الحالي انت مفيش مجال ان انت تتعادل اصلا. وادي النتيجة، اتعادلت، مركز تاني. هما ايه ما شبعوش تعادلات؟ ده احنا متعادلين 5 ماتشات، مش عارف ولا ايه؟ ايه يا جماعة ده؟ والعب 11 مباراة يدخل فيها 13 هدف؟ انتوا بتهزروا يا جماعة، انتوا بتهزروا. ده الاهلي فنش دوريات ما دخلش فيه العدد ده من الاهداف. انتوا بتعملوا ايه؟ هو انتوا بتعملوا ايه؟ هي كرة صعبة للدرجة دي؟ اللي انتوا بتعملوه ده صعب؟ في حاجة غريبة في الملعب مش مفهومة يا جماعة. انتوا ايه اللي بيحصل ده؟ هو في ايه بالظبط؟ الله، ايه العبث ده؟ مش عارف ده حسد ده ولا عين ولا مش فاهم في ايه بصراحة. انا مش قادر افهم ايه اللي بيحصل ده، مش فاهم. انا مش فاهم، ولكن ارجع واقول مجلس الإدارة هو من يتحمل ان هو معوضش محمد عبد المنعم بلاعب، بلاعب يستحق. راح وجابوا لنا اشرف داري جاي يتعالج عندنا هنا، فاكرها عندنا، فاكرها ام المصريين، فاكرها ام المصريين. ده مش جاي يلعب في النادي الاهلي، ده جاي يتعالج هنا. لا قدروا يعوضوا محمد عبد المنعم، ولا قدروا يعوضوا علي معلول بباك شمال يليق بالنادي الاهلي. طب انت مشيت بناء علي معلول بناء على ايه؟ مش فاهم. ولا قدرت تعوض وسام ابو علي، ولا حد قادر يعوض امام عاشور. مش فاهم في ايه. انا مش فاهم في ايه بصراحة. لحد امتى مجلس الادارة هيقعد بقى ايه يلزقوا كده بقى ايه؟ اللي هو ايه، حاجة كده سد خانة. مش فاهم بصراحة. الله المستعان، وربنا يستر في اللي جاي. السلام عليكم.